انا كان عندي وجع في عظمي كله، وجع في مفاصلي، ووجع في رقبتي، وصداع، وعسر هضم، وهضمي كان وحش، وكتافي وجعاني، وركبي وجعاني، وكنت شاب صغير، شاب عندي 25 سنة 26 سنة، بشتغل 12 ساعة في اليوم 13 ساعة في اليوم، ما بنامش عدل وما باكلش عدل وستريس على طول، لحد ما وقع قدامي حاجة اسمها كايرو رانرز. ايه اللي حصل؟ الفكرة ان انت اما بتبقى عارف ان انت عندك امتحان بتذاكر له. يعني ايه؟ في ايفنت موجود يوم 6 فبراير في البرد، الدنيا هتبقى برد، الدنيا هتبقى حلوة، فهتقدر تنزل تجري وتنزل تمشي، بس انت مش جاهز، عظمك كله وجعك، ومفاصلك وجعاك، وما بتنامش عدل، وهضمك وحش، ومودك وحش، وبتدخن و اللي حصل ان انا رحت من الوزن ده للوزن ده في قد ايه؟ في اقل من شهرين، او شهرين بالظبط. انت لو عندك امتحان هتجهز له، فانت عندك فرصة 3 مسافات تقدر تجريهم: 5 كيلو، او 10 كيلو، او 21 كيلو. يا عم انت مبتدئ خالص، وملكش في حاجة، وعجوز، ووزنك تقيل جهز نفسك ل5 كيلو. هتخش على تشات جي بي تي: السلام عليكم، انا دلوقتي عندي يوم 6 فبراير همشي 5 كيلو، او هاجري 10 كيلو. على فكرة 5 كيلو دول ممكن تمشيهم في ساعة، لو انت مش متعود على المشي خالص ممكن تنزل تمشيهم في ساعة. فانت ممكن كمان تعلي الفتنس بتاعك شوية وتجريهم. طيب والله انا بقى لا، بالنسبة لي المشي ساعة ده سهل، ممكن امشي ساعتين. طب انا ممكن اقعد اجهز لده، اعمل بروجرام لنفسي، وعلى تشات جي بي تي بالاي اي: انا عايز اجهز لنفسي، انا فاضي ايام كذا كذا كذا، ساعات كذا كذا كذا، جهز لي بروجرام على اللي انا اقدر اعمله. هيروح عامل لك البروجرام بتاعك ده وامشي عليه. لو ما عندكش امتحان مش هتذاكر، لو انت ما عندكش هدف عايز توصل له مش هتوصل، مش هتعرف تبلان. لكن دلوقتي لو والله انا عندي يوم 6 فبراير امتحان، هقدر اجهز له ان شاء الله. طيب خلاص، هعمل لنفسي جدول تغذية، وجدول مشي، او جدول جري، لحد ما انزل اقدر اجري ال10 كيلو. ال10 كيلو دول لو مشيتهم يتمشوا في ساعتين. لان الواحد لو سافر في حتة، ولا طلع عمل عمرة، ولا مثلا سافر اوروبا ولا حاجه، بيمشي 13 و 15 كيلو في اليوم، وانتوا عارفين ده كويس. فيعني ليه انت ما بتحاولش تحط دي عاده في حياتك؟ بجد انا حياتي اتغيرت، الفيديو ده هيغير حياتك بجد. حياتي اتغيرت من ساعه ما اول مره نزلت اعمل الهاف ماراثون. كنت مليان وتخين وتقيل وساعات كنت بدخن و بطلت كل الكلام ده، وبدأت أظبط واحدة واحدة، لحد ما وصلت إن أنا قدرت أجري ال21 كيلو. ناس كتير بتجهز لده، ابوس ايديك، الحق نفسك، انت شاب، انت صغير، مادام ما عندكش مشاكل في القلب او مشاكل في الاوعيه الدمويه، وانت دلوقتي لسه على البر، ما تستناش لحد ما تقع من طولك وتتعب وتوصل للمراحل دي. وانت يا ست نفس الكلام. هيبقى الجمعه الساعه 6 الصبح، كلنا فاضيين، شوارع مصر الجديدة هتتقفل عشان الايفنت الكبير ده هيتعمل، وهيبقى منظم جدا جدا جدا. انصحكم بجد، خش اعمل ريجستريشن على كايرو رانرز ده، او يعني عشان تبقى حاطط لنفسك ميعاد امتحان. انا عندي امتحان اليوم ده، هبدأ اجهز له من دلوقتي. فانت الناس بتجهز ازاي؟ اول اسبوعين 25% من المسافة اللي همشيها، فانا همشي مثلا 10 كيلو. اول اسبوعين 3 ايام في الاسبوع همشي قد ايه؟ 2.5 كيلو. 2.5 كيلو دول مفيش، دول بيخلصوا في ربع ساعة. وبعد كده الاسبوعين اللي بعديهم خمسات، وبعدين الاسبوعين اللي بعديهم 7.5. وبعد كده توصل بقى ان انت قبل الريس باسبوع بتجري جارية واحدة وتريح، عشان تبقى جاهز للريس داي او يوم السباق نفسه، انك تقدر تمشي ال10 كيلو او تجريهم. لو انت ست كبيرة اعمليها، لو انت راجل كبير تقدر تعملها، تقدر تكسر القواعد دي. وبعدين اول ما هتتقرص بس القرصة بتاعت ان انا خلاص بقيت رياضي وكلام من ده، انت مش هتبطل. سكايز ذا ليميت، مش هتقف، انت مش هتوقف نفسك بعديها، لان انت هتجرب قد ايه بقيت خفيف، قد ايه نومك بقى احسن، قد ايه الهضم بقى كويس، قد ايه انا بقيت قادر اكنترول واسيطر على الشهية بتاعتي، عشان عندي هدف عايز اوصل له.
جربوها ومش هتندموا، والله العظيم جربتها من اكتر من 10 سنين. كانوا ناس قديمة وناس بجد محترفة جدا في تنظيم السباقات واختيار الارض اللي هنمشي عليها وتأمين الطرق، وبتبقى موجودة عربيات اسعاف، وناس بتقعد تشجعك، ناس بتنزل بتجري على رجلها، ناس بتنزل تجري بالباتيناج، ناس بتنزل تجري بالعجل، ناس بتجري حافية والله العظيم في ناس بتجري حافية على رجليها. فبصراحة ومن كل فئات المجتمع، الناس نازلة تتمشى بالسترولر، حاطة العيل في العربية بتاعت المشي دي، والناس نازلة تتمشى. بجد كلم مامتك، كلم باباك، كلم اخواتك. انا نفسي اشوف مصر كلها موجودة في الايفنت ده، بجد غير حياة ناس كتير. واللي فاهم واللي ده عارف انا بقول ايه كويس. بجد ما تسيبش نفسك تقع الوقعة دي، انت لسه صغير، ولو انت كبرت في السن age is just a number. بجد السن ده عبارة عن رقم بس كده، ما فيش اي دلالة على صحته. في ناس انا في ناس اعرفها قسما بالله 55 سنة مخلص حاجة اسمها مخلص الفول ماراثون، بيجري فول ماراثون، وناس 55 سنة و60 سنة وقاعدة في الرعاية المركزة. فبصراحة الاختيار في ايدك، واختار دلوقتي وانقذ نفسك، والموضوع بجد منظم وجميل. وهيبقى امتحان كمان شهرين، انا هو عندي كمان شهرين امتحان لصحتي، لازم ابدا اذاكر. لو ذاكرت هتنجح، ولو نجحت بجد ده هيبقى احسن نجاح ليك. وهذا والله اعلم. السلام عليكم.